بعد الفاصل أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم. أهلا بك يا رحمة. وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أحمد. اهلا وسهلا بحضرتك. أبطال مصر. الله يخليك. أهلا بكم. اهلا بحضرتك. مشرفين ومنورين. نورك يا كابتن. عرفينا بقى عليكي كده يا رحمه، يلا بص الكاميرا كده وقولي لنا بقى. انا رحمة هيثم، بنت محافظة الشرقية مدينة ابو حماد، حاصلة على بطولات محافظة وبطولات جمهورية. بلعب اكتر من لعبة واكتر من تخصص. بلعب كاراتيه، دي لعبتي الاساسية. لعبت جنبيها كيك بوكس وملاكمة وفنون قتال زي الفري فايت كده. أنت عندك كام سنة رحمة؟ عندي 16. 16 سنة. بدأتي من وأنت عندك كام سنة؟ انا بدأت من سنة 5 ابتدائي، بدأت انمي الموهبة اللي عندي. وأنت في 5 ابتدائي. تمام. احمد بقى عرفنا أحمد. بقى بنفسك يلا. انا احمد ممدوح السيد، مركز الشرقيه، مركز مدينه ابو حماد. خدت اكتر يعني 3 بطولات، 2 مركز اول شرقيه، وواحده تصفيات منتخب، وعندي 14 سنه. أهلا بك. اهلا ابطال بحضرتك. يفرحوا ها. جدا. 16 سنة و14 سنة. تمام. لما تلاقي بنت كده بتلعب بقى دفاع عن النفس وفنون قتاليه، دي حاجه جميله. ما هو ما فيش حد احنا هناخد يعكسها منها خالص. معلومات مفيش حد كتير يكلمها دلوقتي. خالص. أنت بتكلمها يا أحمد؟ بتكلم رحمة؟ نعم. بتكلم رحمة عادي يعني طبيعي؟ أنت ولا بتخاف بتهزر بقى. منها؟ لا عادي. وأنت عندك كام سنة بقى يا أحمد؟ 14 سنه. أيوه عندك كام؟ 14 سنة. انا امتى بقى يعني حبيت الرياضة والموهبة عندك نميتها من وانت عندك يعني كام من سنة؟ وانا عندي 13 او 12 سنه. 12 يعني سنة. يعني في خلال سنتين تمام. أخدت البطولات دي. شايفه. شايفة بسم الله ما شاء الله يعني ميداليات جميلة. ربنا يخليها. وانت يا رحمة الله يخليك. بدأت الكيك بوكس ولا الكاراتيه؟ كلمينا على الاثنين. تمام. هو الكاراتيه انا اول رياضة بدأتها. انت بتحبي ايه اكتر في الاثنين؟ هو انا لعبتي الاساسية كاراتيه. يعني انت بتحبي الكاراتيه اه. اكتر. تمام. انا في حاجه بتشدني على الجهه الشمال دي، مش عارف ليه. في حاجه عماله تشدني كده. هي الشيف. طمنينا كده يا رشا. اهو خلاص احنا بنقفل بقى صينيه المكرونه كده. أيوة. نجهزكم. تمام. بنوزع بس كده الحاجه كويس. وهننزل بقى على ما اعتقد ان الاكل احسن من البطولات ها. شويه كده شويه كده وشويه كده. هو اللي بيخلينا برضو نلعب اه. كاراتيه. كده خلصنا دي كده هنقفلها خلاص. ننزل ببقيه المكرونه. عايزين المشاهدين يشوفوا معانا. ممكن تجيبها على الشمال شويه بس كده. ايوه تمام. ايوه عشان تظهر كده تمام في كده. الكاميرا. ايوه كده حطينا المكرونه. هننزل بقى بقيه البشاميل. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه بقى النازله دي بقى. بس الايد سخنت قوي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كده هنغطيها كلها. تمام. يا جماعه برضه انا حابب انوه عن حاجه، ان فقره شيف رشا تكون مستمره معانا دايما في البرنامج ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. دلوقتي هنحط الجبنه وهنحطها بقى على الفرن. فرن وشوايه لان هي كل حاجه فيها مستويه طبعا. ننزل بس شويه جبنه كده مبشوره، اي نوع جبنه بقى. ممكن كمان نحط شويه موتزاريلا. تمام. دي رومي اللي معاكي دي رومي مبشوره، وفي موتزاريلا برضه هنحط شويه كده بتدي كده طعم جميل قوي وغني. نتكلم شويه مع ضيوفنا برضو الابطال كده لحد ما صينيه المكرونه دي تجهز يعني. قولي لي بقى يا رحمه، شايفك كده جايب ميداليات وحاجات جميله، عرفيني بقى كده بالميداليات دي. تمام. هي انا معايا بطولات كاراتيه، ميداليات كاراتيه وميداليات كيك بوكس وفنون قتال وفري فايت. تمام. اهم البطولات اللي انت حصلت عليها يعني؟ اول بطوله في الكاراتيه كانت محافظه اسماعيليه. تمام. جبت فيها اول. تاني بطوله كانت على مستوى الحسينيه يعني شرقيه يعني. جبت فيها تاني. تمام. اما الكيك بوكس بقى الحمد لله. اول بطولة كان عندك كام سنة يا رحمة؟ اول بطوله كنت في سنه 6 ابتدائي، اول ما اتسجلت في الاتحاد الرسمي للكاراتيه.
تمام. اما الكيك بوكس بقى كملت مع مؤسسة اي اف اس، ودايما بدخل فيها وبكسب يعني الحمد لله. انت قدمت لنا بالجوائز الكتير دي، شايف اه. كاس، ده شايف كان كاس مؤسسة اي اف اس، كنت معايا الفريق بتاعي والحمد لله حصلنا على الكاس. خدتوا افضل فريق يعني. افضل فريق. تمام. والدرع ده بقى؟ الدرع ده كانت تاني بطولة تصفيات بتاعت الجمهورية لمؤسسة اي اف اس، وحصلنا على الدرع. جميل جدا. طيب نروح لاحمد بقى، عرفني بقى الميداليات اللي معاك دي ايه؟ انا اول ميداليه حصلت عليها كانت محافظه الشرقيه مركز اول. تمام. كانت بطولة كاراتيه ولا لا، كيك كيك بوكسينج. بوكسينج؟ كيك تمام. كانت كنت طلعتي عايز بقى 13 سنة. بطولات على مستوى الجمهورية؟ لا لا، ما حصلتش عليها. لسه يعني. اه. تمام. بس احنا يعني تصفيات وكده. تمام. طب يا احمد، انت تنصح الشباب اللي في سنك بقى ممارسة الرياضة وكده، حاسس ان في فرق يعني؟ اكيد في فرق ان واحد بيمارس رياضه وواحد قاعد مثلا في البيت او كده، فدي يعني مش كويسه بالنسبه للقعده في البيت وكده. هي بتبعدك عن اي حاجة غلط طبعا يا دكتور، زي طبعا. التدخين بقى والحاجات اللي هي هو ايه. التدخين اصلا مضر للصحه، المفروض ان الشخص الرياضي ما يشربش اي انواع من الدخان، او ما يقربش جنب اي حد بيدخن، مم. لان اللي بيدخن هو ما بيتاذيش، بيتاذي قليل، اما آه. اللي قاعد جنبه هو اللي بيتاذي اكتر من اللي بيدخن. يعني انا بنصح اي شباب بطلوا التدخين. دي رسالة هامة على فكرة من ده رسالة من مهمة بطلة جدا، بس جميلة. هي هتنصح مين ولا مين؟ عايزين نعرف برضو سؤال مهم قوي بقى، يعني انت بيواجهك اي معاكسات كده ولا الناس بتخاف منك في الشارع؟ هو لا يعني عامة في منطقتك كده يعني، في لا منطقتها مش مع منطقتي. بره ماشي. لا هو بره منطقتي بيحصل يعني، بس احنا يعني المفروض ان احنا عادي. خلاص بقى اتعودنا يعني. بس الرياضة بتديك الثقة في نفسك، صح؟ هي الرياضة بتعلم حاجات كتير، مم. بتدي الثقة في النفس، الاعتماد، ازاي انت في الماتش مم. بتحطي الخطة عشان تعرفي تواجهي الخصم اللي قدامك. الخصم اللي قدامك ده بيبقى قريكي بيبقى على الاتنين عارفين طريقة لعب، لازم الاتنين يغيروا طريقة اللعب، يا اما المباراة هتبقى تعادل. لازم انت تكوني حاطة خطة قبل ما تنزلي الماتش، مش ساعة الماتش نبدأ نفكر هنلعب ازاي، لازم قبل الماتش ازاي نحط الخطة، تمام. نلعب على اتجاهات بتاعة الحلبة. تمام. ده بخصوص بقى المباريات بقى اه وخطط المباريات والحاجات لازم دي، اي صح؟ مباراة اي رياضة حتى الكورة لازم تكون ليها خطة. تمام. ما ينفعش انزل ماتش من غير ما احطش بالتوفيق يا خطة. رحمة، نشوفك ان شاء الله بطلة العالم. حابب ان شاء بقى الله. اسمع احمد بقى رسالة أخيرة كده في دقيقة، مين أكتر حد ساندك؟ وحابب برضو تشكر مين، يعني أنت وجه رسالة بقى لوالدك لوالدتك، شوف مين أكتر حد ساندك وجه له رسالة قبل ما مين ننهي اللي كان الفقرة. بيشجعك يعني؟ انا اكتر حد كان بيشجعني والدي ووالدتي طبعا، كانوا يعني بيدوني قبل كل ماتش ثقه في نفسي ان انا اشارك وكده. اه وطبعا صحابي برضو كانوا يعني حابين ان انا امشي في المجال ده. بس حصلت معايا مره قابلت واحد وكده، يعني برضو من صحابي وكده. موقف يعني. قال لي ده تضييع وقت وكده. اه فيعني كأن انا حابب الرياضه وكده، فما استسلمتش لكلامه تضييع وكملت. وقت. حابين برضو نسمع نفس الرسالة من رحمة قبل ما ننهي. تشكري مين بقى؟ بص على الكاميرا كده واشكري بقى. تمام، انا اشكر كابتن هيثم احمد، ده ليه فضل كبير بعد ربنا، هو اللي دايما بيسندني، داعم ليا في كل حاجة وما بيسيبنيش ابدا، واتمنى تتمنى ايه بقى؟ له أيوة. التوفيق في كل حاجة. طبعا شرفتونا ونورتونا، أبطال زي الورد يا دكتور. ما شاء الله عليهم. بعد اذن نشوفكم حضرتك ان شاء الله. ممكن بس اوجه شكر للاثنين، اه يعني اتفضل. طبعا الكابتن احمد شلبي، تمام. لانه هو اول حد بدات معاه، والكابتن رحمه هيثم طبعا يعني برضو كان ليها فضل عليا كبير جدا، فبحب اشكرهم يعني. تمام، الشكر وصل يعني. ربنا يخليك. دكتور، عايزين نطمن بقى على رشا كده. الشيف الجميلة بتاعتنا. دلوقتي حطينا المكرونه في الفرن، هنعمل بقى كوردون بلو. انا مجهزه طبعا، بس انا هعمل قطعه كده قدام الناس عشان يشوفوا ازاي الطريقه. تمام. دي قطعه بانيه بتبقى مفروده بالشكل ده. تمام. تمام. هو بتاع الفراخ بيبقى عارف يعني يفردها لنا كده، واحنا بقى بنغسله كويس ونحط عليه ملح وفلفل وزعتر. دي التتبيله بتاعته بسيطه جدا. هنبدا بقى نحشيه. انا بحب هو بيتحشي قبلها بكام ساعة؟ لا على طول، ما على بياخدش طول. وقت. بس هو بعد ما بيخلص، بعد ما بنعمله ونحشيه تمام. بنسيبه شويه في الثلاجه حوالي ساعه مثلا. اه لازم يتساب حوالي ساعه. معانا انا بحب احشي بسطرمه، تدي طعم حلو قوي. وكمان جبنه موتزاريلا. طبعا في حاجات كتير، ممكن رومي مدخن، ممكن حاجات كتير. اه آه
تمام. بس هنلفه كده بالطريقه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيطه خالص الطريقه، ما فيهاش اي صعوبه. عندنا دقيق، نحطه في الدقيق كده تعفيره خفيفه كده، وبعدين عندنا بيض ولبن وفلفل اسمر كده، وهننزله في البقسماط على طول اهو. هي بسيطه خالص ما فيهاش اي حاجه، اهم حاجه ندوس عليه كده ونضغط عليه واحنا بنحطه في البقسماط وفي التتبيله بتاعته عشان يمسك نفسه. وبيتحط في الثلاجه حوالي ساعه ساعتين، كل ما يتحط في الثلاجه يمسك نفسه اكتر وما يفكش منها في الزيت. واحنا عندنا اللي انا مجهزاه هحمره دلوقتي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ننزله كده. احنا معانا دقيقتين يا شيف. تمام. احنا معانا طبق تاني ولا هو؟ انا كنت عايزه اعمل لكم حلو كنافه بالمانجا. لا، ما نخليها بقى الحلقه الجايه. طب تمام خلاص خلينا كده. عشان كده هكمل بقى ده. يعني احنا خلاص. كده هنتغدى مش هنحلي. لا، هنصبر الثلاث اللي جايه عادي. تمام. بس كده هنحمر دوت وهنجهز بقى الدنيا. المكرونه كده جاهزه خلاص. المكرونه في الفرن. عشان نعرضهم بقى عشان باقي معانا دقيقتين. رحمه، حابه توجهي تمام. بقى رساله اخيره كده للبنات انا خصوصا؟ حابه اوجه رساله للبنات. اي بنت مش شرط يعني انت تمارسي رياضه، انت انزلي جيم حتى تلعبي. ازاي تعرفي ان الرياضه بتخليكي بنت نشيطه، مش عندك كسل، مش عندك خمول، بتنمي الذاكره جدا. يا بنات ما تستهتروش بالرياضه ارجوكوا، دي رساله مني انا، لان انا واجهت الرياضه غيرت حياتي تماما. بصي هي هتغيرك تماما، هتخليكي هتبدلك من شخص طبيعي لشخص مجتمع، هتعرفي تتعاملي مع شكرا يا رحمه. مجتمع انوثي شكرا جزيلا. شكرا يا رحمة. شيف شكرا يا احمد. نقل البانيه بقى عشان نطلع فاصل. تمام. تمام. ماشي. اجي. تمام. هنطلع بالتقرير. اتفضلي قدمي التقرير. في الفرن. أعزائي المشاهدين، معاكم تقرير من السعودية من المهندس أحمد شاكر. هنطلع بالتقرير ونرجع لكم تاني. شكرا جدا. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. رجعنا لكم تاني من خارج مصر، وحب أوجه التحية للدكتورة منى خيري والسادة الضيوف. معانا النهاردة فقرات جديدة ومتنوعة، تابعونا بعد الفصل. منذ أيام رحل عن عالمنا عالم كبير جدا وأديب وكاتب ورائد للرواية المصرية والعربية، وهو الدكتور نبيل فاروق. الدكتور نبيل فاروق عمل تحول كبير جدا في الرواية المصرية والعربية، رائد الرواية البوليسية والخيال العلمي، واللي ساب أثر كبير جدا في الوسط الفني والأدبي، لما شكله الدكتور نبيل من علامة فارقة في تاريخ الرواية المصرية والعربية. ينضم إلينا الآن من الرياض الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حاتم سلامة للحديث حول الدكتور نبيل فاروق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أننا يعني جميعا فوجئنا برحيل الدكتور نبيل فاروق رحمة الله عليه، الذي نستطيع أن نقول أنه علم هذا الجيل القراءة وأمتع هذا الجيل برواياته والمغامرات التي كانت تحكيها سطوره رحمة الله عليه. الدكتور نبيل يعني ترك بصماته لا شك في هذا الجيل، حيث علمنا الوعي، علمنا الخيال، أوجد فينا التشويق والمتعة. هناك ملامح يعني مهمة في حياة الدكتور نبيل رحمة الله عليه يجب أن احنا يعني نلتفت إليها أو نتوقف حيالها. رحمة الله عليه كان يعني أديبا وكاتبا بارعا وموهوبا، يعني لمس هذه الموهبة منذ باكر صغار، منذ أن كان في المرحلة الابتدائية، وكان والده يشجعه على القراءة والكتابة إلى أن وصل إلى المرحلة الإعدادية وبدأ يكتب أول قصصه، وتقدم في إحدى المسابقات ونال بعض الجوائز. كانت كل هذه العوامل
سواء كان تحفيز الوالد أو نيله للجوائز، هي يعني مسار تحفيز وتشجيع جعله يواصل في ميدان الكتابة، حتى أنه لما يعني تفوق دراسيا ودخل كلية الطب لم تثنه يعني أو لم يثنه ذلك عن موهبته. ولذلك نعتبر الدكتور نبيل رحمة الله عليه من الأدباء الذين لبوا نداء الموهبة على نداء المهنة أو العمل، شأنه شأن كثير من الأدباء الموهوبين الذين كانت لهم مهن تبتعد في مسارها وطريقها عن مهنة الأدب. امتهن الدكتور نبيل رحمة الله عليه الكتابة وأبدع فيها وأخلص للكتابة فأخلصت له الكتابة. نعتبر الدكتور نبيل قدم مدرسة جديدة، فقد كان الشباب والمراهقين يقرؤون الأدب الكلاسيكي القديم، طه حسين وإحسان عبد القدوس وغيرهما، إلا أن الدكتور نبيل رحمة الله عليه يعتبر هو رائد مدرسة التجديد أو الرؤية الجديدة أو الأدب الجديد الروائي الجديد في عالم الفانتازيا والخيال. الدكتور نبيل رحمة الله عليه لم يكن في رواياته بعيدا عن النسيج المجتمعي أو الحياة الاجتماعية أو العادات التي يعني نشأ فيها أو التي يعرض من خلالها رؤية رواياته، واهتم كذلك بمسألة القيم يعني والأخلاق. يعني مثلا حينما نتابع سلسلة رجل المستحيل وأدهم صبري نجد أن الراحل يعني كان يغرس أو يتعمد أو أن يلفت القراء أو يغرس في يعني عقول ووجدان الناشئة أو القراء مسألة القيم والأخلاق. فحينما مثلا نلاحظ أدهم صبري كان يتورع أن يقتل بريئا، لا يقع في الرذيلة، ينأى بنفسه عن شرب الخمر. كل هذه قيم وأخلاقيات حاول الراحل نبيل فاروق أن يوجدها في سطوره ويوجدها في رواياته لتبعث روح القيم في الأجيال القادمة. كذلك أنا أعتبر روايات الدكتور نبيل كذلك علمت هذا الجيل معنى الوطنية، لأن كانت روايات بوليسية، روايات مخابراتية، كل روايات مثلا جاسوس سيناء. يعني كل هذه الروايات علمت أو أسهمت في أن توجد معاني الوطنية والانتماء للوطن والحرص على الوطن وحب الوطن لدى هذا الجيل. كذلك نلمس أن الدكتور نبيل يعني كان مجتهدا ويبحث وراء الفكرة، وهذا دعاه أن يصادق ويصاحب ضباط المخابرات. يعني كان على علاقة كثيرة بضباط المخابرات واطلع على كثير من الملفات، وحاول من خلال هذا كله أن يسعى وراء الأفكار النيرة والأفكار التي تحمل التشويق والمتعة ليقدمها للقراء. حقيقي يعني نحن نواسي أنفسنا ونواسي دنيا الكتابة وعالم الأدب برحيل هذا الروائي العظيم الذي تفخر به مصر والذي يفخر به العالم العربي كله، والذي يعد نسيجا وحده ويمثل في بلادنا العربية مثل ما كانت تمثل أجاسا كريستي في بريطانيا. فرحمة الله على الدكتور نبيل وجزاه الله عنا كل خير. شكرا أستاذ حاتم سلامة على هذه المداخلة. والآن ننتقل إلى القاهرة مع المهندس أمير بحيري للحديث حول أسرار تعرض لأول مرة عن زيت الزيتون. تابعونا بعد الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا باشمهندس أحمد على الاستضافة الجميلة وعلى الكلام الجميل دوت، وألف مبروك على البرنامج وبالتوفيق دايما. النهارده هتكلم مع حضرتك على موضوع شائك جدا في الأسرة المصرية دايما في الأيام الفترة الأخيرة جدا كام سنة الأخرى، على موضوع زيت الزيتون. أول حاجة هنتكلم عليها هنتكلم عن ازاي احصل على زيت الزيتون. ازاي احصل عليه؟ يعني ازاي اجيبه منين؟ مش ما ينفعش تخش على طول على اي سوبر ماركت هو بتاخد ازازه وتمشي، ما ينفعش. هتجيب من واحد معرفه، هتعصر حتى بنفسك. انك تجيب كميه صغيره، بعد ما تجيب الكميه الصغيره هتعمل عليها شويه اختبارات بنفسك تقدر بيها تعرف الزيت دوت خواصه
عامله ازاي؟ خواصه كويسه جدا ولا خواصه فيها مش كويسه؟ لو انت هتجيب من السوبر ماركت ابتعد تماما عن الزجاجه اللي مكتوب عليها بيور او فاين او زيت مائده. كل الكلام دوت غير صحيح، غير مظبوط. ما ينفعش تبقى مكتوب عليها ان ده زيت مكرر، مش مكرر. الزيوت النباتيه كلها الا وهي من وجهه نظري وجهه نظر العلماء هي زيوت شر. الزيوت ديت مكرره. زيت الزيتون غير مكرر، ما ينفعش نكتب عليه، ما ينفعش تبقى مكتوب مكرر. زيت الزيتون ما هو الا عصير فاكهه. عصير فاكهه، ما الزيتون فاكهه، فهو عصير فاكهه. بعد ما تجيبه مكتوب عليه زيت زيتون، افضل حاجه تجيبه مكتوب عليه اكسترا فيرجن. هتجيب منه عبوه صغيره، او لو مش هتجيب من سوبر ماركت تجيب من اي حته عبوه صغيره، وتنفذ الخطوات الحسيه. 3 خطوات هتعملهم دلوقتي، هنعملهم مع بعض بحيث ان تقدر تتاكد ان هو كويس ولا مش كويس. اول حاجه لما تيجي تبص عليه هو لونه مش مؤثر. ما تقدرش تقول لا ايه ده لونه اصفر، ده لونه اخضر، ده لونه احمر. ده في الوان كتيره جدا من الوان زيت الزيتون تقدر كلها ممكن تكون كويسه تابعه للصنف الزيتون اللي اتعصر. طبعا الناس ليها خبره جامده جدا لدرجه ان كلمتهم بتعلو على التحليل من خبرتهم. الكوبايه المفروض هم بيعملوها في كوبايه بتبقى غامقه لونها ازرق، ولكن احنا هنا هو دي حضرتك بتبقى بتجيب بتحط ايديك تحت كده وتغطي ايديك وتقعد تدعك كده لحد ما كانك بتسخنها شويه. تسخنها شويه علشان تطلع منها ريحه. انت عايز من الاخر كده كانها ايه، تطلع ريحتها. هتعمل كده شويه شويه لحد ما تلاقي سخونيه او تلاقي تسخن شويه، وتقوم فاتح كده وشامم. تشم، لازم تشم ريحه فاكهه اسمها رائحه الفاكهيه. دي من خواص الزيت. يعني ايه ريحه الفاكهه؟ يعني ريحه زيتون، ريحه تفاح اخضر، ريحه فاكهه انت هتشمها. ما تكونش ريحه مقززه بالنسبه لك ولا ريحه زرنخه ولا كده. طيب دي اول خطوه. ايه الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه ان حضرتك هتدوق شويه صغيرين وتعمل في بقك، تلف الشويه دول في بقك. المفروض الشويه دول يجيبوا لك مراره مقبوله، يعني ما تبقاش حاجه ايه ده ما تقدرش تستحملها، ولا حاجه مسكره اكيد، يعني لان هو زيت الزيتون، قلنا زيت الزيتون هو عصير فاكهه، ولكن الفاكهه الوحيده اللي من غير سكر. سبحان الله، طبعا الاضرار بتاعت السكر كتير ايا كان. فهي ده هتلاقي مراره مقبوله. دي الخطوه الثانيه. الحاجه الثالثه اللي هناخد بالنا منها الا وهي شحطه في الزور. هنعمل ايه؟ بعد ما ناخد الشويه دول، انا هعملها مرتين بس انت ممكن تعملها مره واحده، المراره، وبعد كده تبلعها. لما تبلع زيت الزيتون شويه صغيرين قد معلقه مثلا، هتعمل كده، هتعمل كده، هتحس اسمها شحطه في الزور. شحطه في الزور ديت او حرقان في الزور ده دليل انه اكسترا فيرجن او خواصه ممتازه. فالثلاث حاجات دول بيغنوك عن انك تعمل حتى التحليل. لو انت عملت الثلاث حاجات دول تاكد ان شاء الله بنسبه كبيره جدا ان زيت الزيتون بتاع حضرتك دوت ممتاز. وده كان كل كلامي النهارده عن زيت الزيتون. الكلام كتير جدا عن الشجره نفسها وعن الزيتون نفسه، ويعني يكفي اني اقول ان اليابانيين قدروا عمر اكبر كائن حي على وجه الارض قالوا على شجره الزيتون. فدي من بعض الابحاث. يا رب ما كنتش طولت عليك يا باشمهندس وعلى المستمعين، واشكركم جزيلا. وان شاء الله في حلقه جايه نتكلم تاني عن بعض الحاجات اللي تنفع المزارع في الافات. لو لينا حلقه تانيه، ومتشكر جدا يا باشمهندس، شكرا جزيلا.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. دكتورة منى، حلقتنا النهارده دسمة وجميلة. جميله بوجودك يا كابتن، وجميله بالشيف رشا. شرفتنا ونورتنا النهارده. حابينك بقى تقولي لنا كده ايه اللي حصل النهارده كده بالظبط خلصنا عشان الكوردون ننهي. بلو اهوت، ودي صينيه المكرونه النجريسكو. يا رب حاجتي تكون نالت اعجابكم واكون عند حسن ظنكم، بالهنا والشفا. وان شاء الله هتقابل معاكم في حلقه جديده واكله جديده ان شاء الله.